السلام عليكم، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحة واحسن حال. حقيقي كان نفسي بجد اعزمكم على الكيك ده. كيكة اليوسفي دي تحفة تحفة، نفسي بجد ادوقها لاي حد بيتفرج على الفيديو، اديله حتة. تعالوا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. ومعانا كوبايتين ونص من الدقيق، مجين باللي انا بعاير بيه ده، مجين ونص من الدقيق نخلتهم. ومعايا 3 حبات او 3 ثمرات او 3 وحدات من اليوسفي، غسلتهم كويس جدا بالقشرة بتاعتهم. هنا على الدقيق فضيت باكت او ورقة من البيكنج باودر، ممكن تستبدليها بكيك شيف، مفيش اي مشكلة، المتوفر. طيب اخدت اليوسفي بتاعي، غسلته كويس، وهنا انا كسرت البيضتين، بس مش هستخدمهم دلوقتي. الاول هضرب اليوسفي بتاعي في الخلاط بالقشر، شلت منه البذر تماما ومغسوله زي الفل. هضربه بشوية مية صغيرين خالص، حوالي ربع كوباية مثلا. طيب القشر ليه؟ القشر ده هيغنيني عن الفانيليا، وهيزود النكهة والريحة والطعم، هيخليه حاجة كده تحفة في قلب الكيك. طيب اخدت اليوسفي بعد ما عصرته صفيته، وفي نفس شفشة الخلاط ما غسلتوش ولا اي حاجة، حطيت ال2 بيضة وعليهم كوباية من السكر، نص كوباية من الزيت، والعصير بتاع ال3 حبات يوسفي اللي انا عصرتهم. اهو طلعوا معايا المج اللي قدامنا ده، هفضيه هو كمان على المقدار الحاجات اللي في الخلاط. معيش فانيليا، القشر بتاع اليوسفي غني جدا جدا، مش محتاجة اي فانيليا الكيك ده. هنا بقى الصينية بتاعتي دهنتها دهنة زيت كده ورشة دقيق، والفرن عندي متسخنة، انا مولعاها بحيث ان هي تبقى سخنة جدا عقبال ما احضر الكيك بتاعي يدخل على فرن سخن. هنا قلبت كل الخليط بقى اللي معايا هنا، ذرة ملح وورقة البيكنج باودر وكوبايتين ونص من الدقيق. خدت كل اللي في الخلاط اللي هو كان 2 بيضة، كوباية سكر، نص زيت، وكوباية من عصير اليوسفي. بصوا خدت يا دوب حوالي 3 معالق مية مثلا. لميت بيهم بقية الخليط اللي في الشفشة، وكمان علشان يظبطولي قوام الكيك لانه كان تقيل شوية. قلبت ده كله ونزلت، بصوا بيدي تدريجات ازاي وهو نازل من البولة، ده معناه ان قوامه كده ممتاز، لا هو خفيف نازل زي العصير او زي المية، ولا هو تقيل قوي نازل كتل، لا كده مظبوط جدا. الفرن بتاعي بعد نص ساعة ال الكيك كان بالشكل ده، سبته لحد لما استوى، وعملت التجربة بالسكينة كده لقيتها بتطلع نضيفة من غير اي عجين. هنا بقى طلعت الكيك وكان سخن جدا، فانتي ما تعمليش زيي. انا قلبتها وقلبتها على ايدي وهي سخنة. آه دي ارضية الكيك طبعا، عشان احنا دهنين رشة دقيق. ما شاء الله عليها، لونها تحفة. بصوا الارتفاع بتاعها، ارتفاعها ما شاء الله ما شاء الله حلو جدا. هشة طرية، ريحتها في البيت مخلية الدنيا يعني، بصوا الجيران هتخبط علينا. آه يا رب تجربوها، هي سهلة خالص ما فيهاش اي حاجة، حلوة قوي قوي للعشاء بالليل، او في السهرة كده، حاجة مسكرة زي ما دايما كلنا في الشتاء ديت بنطلب حاجات مسكرة بالليل كتير. كان لازم استنى لما تبرد بعدين اقطعها، بس لا، ما كانش فيه فرصة يعني، ما استنيتش للأسف. عايزة اقول لكم بالهنا والشفا، يعني هي الجزء اللي اتبقى منها لتاني يوم كان حاجة صغيرة جدا. بصوا لسه بطلع بخار ازاي. بس احلى حاجة بقى ان كل اللي في البيت جم لوحدهم من غير ما تنادي على حد، كله شم الريحة وجه يجري عشان ياخد حتة. يا رب تكون سهلة عليكم وجربوها، حلوة جدا جدا، ما تقلقوش، ما فيهاش اي مرارة خالص. الناس اللي هتقلق انه القشر هيمرر، لا خالص والله، ما كانش فيها اي مرارة، فيها سنة مزازة، مزازة الطبيعية بتاعت الفواكه او الموالح ديت، بس كانت تحفة. دي القطعة اللي اتبقت لي تاني يوم الصبح برضو فطرنا بيها، وكانت لسه برضو طرية وهشة ونتيجتها مضمونة ما شاء الله 100%.
يا رب تجربوها وتعجبكم وبألف هنا.